ولدت من 4 شهور، وزني زاد بعد الولادة وخصوصا بطني مبوظة شكلي، وعايزة أعمل دايت بس دايما الرضاعة بتجوعني ودايما عايزة آكل حلويات. هل أقدر أستخدم كورس الألياف أثناء الرضاعة ولا لأ؟ طيب هو سؤال حلو قوي. طبعا فترة الرضاعة معظم لو بنتكلم على الأدوية بتبقى ممنوعة، لكن احنا النهاردة بنتكلم مش دواء، احنا بنتكلم عن حاجة غذائية، يعني بنتكلم عن الألياف الطبيعية، ودي حاجة غذائية جدا عبارة عن ألياف وفاكهة، فبالتالي انت هتستفيدي وكمان البيبي بتاعك هيستفيد. في حاجة كمان مهمة، انت مش قادرة ان انت تمنعي نفسك عن الأكل، فأنا مش همنعك، أنا هخليكي تاكلي عادي خالص، كل حاجة نفسك فيها، بس قبل كل وجبة بنص ساعة هنبتدي ناخد كيس من الألياف الطبيعية على أساس إنها تشبعنا. طيب أنا نفسي إن أنا آكل حاجة مسكرة، مفيش مشكلة خالص، تقدري تعملي الألياف الطبيعية كحاجة مسكرة. يعني مثلا ممكن نجيب الألياف اللي هي الباكت الكيس الأحمر اللي هو بتاع وجبة العشاء، ونبتدي إن احنا نحمله باللبن ونحط عليه سكر دايت بايو أفريكان، هتلاقيه بقى عامل بالظبط زي البودنج شوكليت، يعني بقى عامل زي الشوكولاتة بالظبط. فأنت كلت كده حاجة مسكرة اللي أنت نفسك فيها، وفي نفس الوقت شبعتك، وفي نفس الوقت كمان خسستك. دهون البطن بعد الولادة دي أكتر مشكلة بتؤرق أي ست طبعا. وبتخوفها حتى أثناء فترة الحمل، يا ترى بطني شكلها هيتغير ولا لأ. مم. فأنا بقول لك اطمني تماما، هي بعد الولادة مباشرة بيبتدي الجسم يخزن دهون كتيرة في هذه المنطقة، فاحنا عندنا ميزة حلوة جدا، كورس الألياف الطبيعية مع كبسولات بايوكيتو هيقدر إن هو يخليكي يبتدي يكسر كل الدهون المتركزة في هذه المنطقة.